توقف أمام ما حدث اليوم. كابتن عبد الظاهر السقا وهو صديق عزيز تعرض لهجوم وطلقات نارية، ووجه اتهامه أو مش وجه اتهامه، في آخرين دائما مشهود لهم بالتطوع بعمل الخير وجهوا على لسان كابتن عبد الظاهر السقا الاتهامات للكابتن علاء شاكر أنه هو الذي يحاول قتل عبد الظاهر السقا. والناس كلها سمعت كلام كابتن عبد الظاهر السقا، لكن برضو أنا مصمم إن احنا نسمع علاء شاكر، لأنه هذا هو العدل أو هذا هو الإعلام الذي يحترم كل الأطراف وكل الرؤى وكل الناس أيضا. كابتن علاء، برحب بحضرتك على شاشة الأهلي. أهلا دكتور، أهلا بيك في وأهلا بساند الصف كله اللي معاك. كابتن علاء، طلع ناس كتير النهارده واتهموك بالشروع أو محاولة قتل عبد الظاهر السقا، هل هذا الكلام صحيح؟ طب دكتور ياسر، أكيد أنت عارفني من عمر، أنا ممكن أتصرف التصرف الهمجي ده؟ لا. فدي نمرة واحد. نمرة اتنين، لو أنا عندي خلاف مع واحد أروح عشان أقتله؟ بالتأكيد علاء شاكر اللي أنا أعرفه ما يعني مستحيل يعمل كده. وبس عايز أقول لحضرتك كمان إنه عبد الظاهر السقا لما أنا سألته قال لي أنا ما اتهمتش برضو علاء شاكر بإنه الشروع في القتل. فيعني المسألة واضح إنه في بينكم خلاف وفي أزمة وفي نزاع، ده طبيعي جدا وبيحدث طول الوقت بين أي اتنين، لكن واضح إنه في ناس بتحاول تستمتع بالفرجة عليكم يعني. هو بالظبط، هو كل العمليه دكتور احنا كنا شركاء واختلفنا بقالنا ازيد من 11 شهر. ال 11 شهر دول اجماليهم ان احنا عندنا مواقف معينه موجوده في قلب المحاكم، فقلت انا بمنتهى البساطه ابعد عن الموال دوت طالما هو وصل لموضوع المحكمه، فانا اوريدي اشوف مستند التطبيق بتاعي واقدمه للمحكمه، في الاخر خالص هيطلع حكم عدل انا هرتضي بيه. يمكن انا اروح بعد استنى 11 شهر عشان بعد 11 شهر اروح اضربه بالنار واعمل الفكر اللي هو بيقوله دوت من الساعه 8 مساء في المهندسين، وانت عارف المهندسين هذه 8 مساء اضربه بالنار، حاجه لا لا. ما انت حضرتك سالتني في بدايه الحوار وقلت لك لا، يعني علاء شاكر اللي انا اعرفه لا يفكر كده ولا يعمل كده. اصل هو قال لي الاتهامات ديت ووجه اتهام صريح في كل المواقع ان علاء شاكر عمل كده. فانا بدل ما انا اقول ان انا عملت كده وما عملتش كده، انا هقول بس لفظين بساط قوي. في حد الساعه 8 في المهندسين يضرب نار، واحد يقول له مساء الخير علاء شاكر بيمشي عليك، ومحدش حتى يزقه، حد يمسكه، وفي نفس الوقت الفكره دي تروح لبيته في مدينه نصر. انا الراجل الاخضر بقى ولا الرجل الخارق اللي ابقى في المهندسين وفي مدينه نصر في وقت واحد وبضرب واحد هنا وهنا؟ ايه الافلام دي يا دكتور؟ هو انا كابتن علاء، انا متاكد ان حضرتك مش هتعمل كده، بس انا عايز اقول لحضرتك انه بقينا في اوضاع امنيه مرتبكه بحيث انها تسمح انه حد يضرب نار في اي مكان ومحدش يتعرض له. يا دكتور بعد اذنك، الوضع الامني دلوقتي ولا من 11 شهر؟ لا دلوقتي افضل طبعا. دلوقتي افضل، يعني انا اخد الوقت الافضل ولا اخد الوقت الاسوأ؟ لا انت تاخد الوضع الافضل. لو كنت عايز افكر كان من 11 شهر تعمل ده. كان من 11 شهر اعمل كل التفاصيل دي بعد ما يبقى في استقرار وبعد ما الدنيا تستقر، وفي الاخر خالص اطلع انا اقول اعمل الكلام ده. فحتى اما بيبقى حد يقول حاجه، اما يبقى مرسله للناس يقول حاجه مقتنعه للناس. طب انا كابتن علاء عايز استغل كل رصيدي الانساني عند حضرتك واطلب منك طلب انه يظل النزاع كما هو امام القضاء، وللقضاء احترامه وحصانته وعدالته، ويبقى المشاكل اللي بينك وبين كابتن عبد الظاهر السقا، لان انا قعدت مع كابتن عبد الظاهر السقا وهو دائما يتحدث عن رعايتك لاولاده وعن حبك لاولاده وعن حبه لاولادك، فالمساله فيها خير. ما ينفعش يتعمل فيها كده. المساله فيها خير، بس واضح انه في اطراف اخرى بتستفيد من اشعال هذه النيران. وانا لما لقيت الدنيا ماشيه كده ابتديت انا ابعد عن الكبير لما بيغلط غير الصغير لما يغلط. هو لو هو صغير اقول لسه صغير ولسه رجليه مش بسيبه،
لكن انا لو غلطت بعد العمر ده كله ما ينفعش. فالغلط تبقى محسوب عليا عشان لا عمري ولا مركزي ولا سني اقدر اعمل الكلام بتاع الاطفال وبتاع الناس اللي بتفكر كده بتاع الناس الهمج. يعني هل ممكن يا كابتن علاء نوقف هذه الحملات الإعلامية المتبادلة طب انا اولا ما اتكلمتش ولا موقع ولا اتكلمتش ولا قناه، انا بس عشان عارف العلاقه اللي بيني وبينك. الله يخليك كابتن الدكتور علاء. ياسر عاوز يكلمني، انا طبعا قلت انا طبعا الدكتور ياسر كفايه انه عارفني كويس قوي، بقالي عمر اعرفه وهو يعرف كويس، عشان كده انا عمري ما دخلتش مداخله لغايه دلوقتي، ما كتبتش في اي بتاع ده في اي موقع. لكن انا فاكر لو دخلت على كل المواقع هتلاقي موجه اتهام رسمي على الموقع باسم على شكل. انا في 3 قنوات تلفزيونيه ومقدم اتهام رسمي ليا وانا ما ردتش عشان انا افضل من كده. انا اول حاجه ان انا بكره هكلمك وهيكون معايا كابتن عبد الظاهر السقا كمان علشان نوقف كل هذه الاجواء ويظل النزاع القضائي ده لامام القضاء. هو بس الموضوع يبقى المفروض عيب، والمفروض حد يقول له عيب اللي بيحصل دوت عشان ما يصحش ان يتعمل دوت ويشخص الناس في المواقع وبتاع دوت. بعد الامر ده كله ما ينفعش كده. هو كابتن علاء والله هو العيب المفروض كلمه تتقال لبعض الناس اللي هم يعني بيستمتعوا بهذه الاجواء وبيحبوا قوي يتفرجوا يعني. يا دكتور هو وجه اتهام مباشر على المواقع وده عيب، ما ينفعش. يعني الناس اللي مش حوالين عملوا كده، ده هو اللي عمل كده وده عيب. فلازم حد يقول له عيب عشان اللي بيننا عمر، ما بيننا انا بيت في بيتي وهو بيت في بيتي، فما ينفعش بعد العمر دوت يحصل الكلام الصغير دوت يقول لك انا هددته وهددت ولاده. انا ههدد ولادي اللي انا ربيتهم؟ لا وهو انا قلت حاجه، هو دائما شديد الاعتزاز باللي انت عملته لاولاده. هو يعني هو لا ينكر ذلك. في الاخر خالص لازم كان يقول شكرا، مش كان يعمل لي قضيه، او كان يقول لي شكرا مش راح يقول لي في المواقع ان انا بهدده وان انا عايز. بس انا عايز حضرتك تلتمس له العذر، وانا بقول ده بجد والله، انه اي انسان لما يتضرب عليه نار ويحس ان اولاده في خطر ممكن يفقد اعصابه ويفقد اتزانه، ويعني ده وارد، ده انساني. مع كلامك يا دكتور، هو لا كان موجود في المهندسين ولا كان موجود هنا ولا اتضرب عليه نار ولا حاجه خالص. انا بقول لحضرتك يعني كابتن عبد الظاهر اولا بيحترم حضرتك وانت بتحترمه جدا، وهو بيحبك وانت بتحبه. في بينكم خلاف قضائي، ده وارد جدا وده طبيعي، ونزاع ممكن هيحسمه القضاء، لكن عايزين نوقف هذا الصراع اللي هو ملوش معنى. لو موقف ده يا دكتور يبقى انا يبقى اكني انا اللي بعمل الكلام ده، والكلام ده ما ينفعش. طب انا عايز اسالك سؤال محدد يا كابتن علاء. طبعا. انت بتحب ولاد عبد الظاهر السقا؟ اكيد طبعا. تتمنى لهم الاذى؟ لا يمكن طبعا.